السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله، ويكونوا في صحة وسعادة وراحة بال يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. يلا، مين معانا بقى بيحب الكشري المصري الجميل الحلو ده؟ تعالوا كده نعمله مع بعض. وطريقته سهلة وبسيطة ومش محتاجة اي افتكاسة ولا اختراع ولا مثلا صعبة ولا اي حاجة. وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب، ويحلي كل لقمة في ايدينا وفي عينينا بإذن الله. احنا عاملين كشري مصري حلو كده وخفيف. هو بنبدأ بأول حاجة كده بنسلق المكرونة. تمام. واحدة واحدة كده مع بعض، ايه، بشكل سلس كده. وشكرا كتير كتير لكل اخواتي اللي علقولي على فيديوهاتي اللي فاتت. احلى فيديوهات واحلى تعليقات واحلى كلام من القلب، والله والله اسعدني وبسطني كتير جدا جدا جدا. يا رب كل اللي قال لي كلمة حلوة جبر بخاطري بيها وشجعني بيها، يا رب تعود له في ميزان حسناته ان شاء الله، يا رب ويترد له فيها بالمثل ان شاء الله. احلى اخوات واحلى عيلة في الدنيا يا رب. وقناتي تكبر كده بيكم، وانتوا اللي تكونوا مشجعيني فيها دايما يا رب على خير ان شاء الله. والله انا بتشجع بتعليقاتكم الجميله دي وبكلامكم الحلو المفرح الجميل ده. عشان كده بقول احلى اخوات، لان كلمه اخوات بجد بجد يعني كلمه غاليه قوي 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 للي يفهمها ويقدرها، والله العظيم. مفيش احسن واعز من الاخوات. مش شرط يكونوا اخوات من ام واب، يعني ممكن يكونوا اخوات بكلمه حلوه، بصحبه حلوه، بعشره حلوه. يعني ربنا يديم يا رب المعروف بينا وبين كل الاخوات يا رب. انا جالي تعليق من واحده كده كانت بتقولي ان هي اخوها زعلان منها عشان حصل بينها وبين زوجته يعني خلاف وكده. فانا بقول لها ما تزعليش، وان شاء الله باذن الله بكره الايام تراضيكم على بعض. ومفيش والله احسن من ان انت اللي تبداي الاول، ان انت تراضي اخوكي. ولو زوجته كويسه اعتبريها اخت ليكي، لو هي كده ما يهمكيش غير اخوكي وبس. يعني ما فيش أعز ولا أغنى من الإخوات، لأن الإخوات عمرها ما هتتكرر والله. يعني أي حاجة في الدنيا ممكن تتكرر إلا الإخوات بالذات. يا رب يجعل كل إخواتكم يا رب كده رحماء بيكم وحنين، ويخلي لي إخواتي يا رب ويبارك لي فيهم. يعني أحسن نعمة وأعز ورث من أبويا وأمي بجد هم إخواتي. ربنا يحفظهم يا رب ويخليهم لي ويجعلهم كده دايما يا رب سند ليا في الدنيا، اللهم آمين. وهنا كمان عملنا فول مدمس. طبعا احنا أنا دايما دايما لما بعمل ال- الكشري لازم بعمل جنبه فول مدمس. هو مش بيتاكل معاه، بس هو لازم قدرة الفول متعلقة على النار مع الكشري وانا بعمله. الكشري ده الفول بقى ممكن مثلا الفطار كده، ممكن يوم مثلا تقضيها وتكملي تعملي جنب الاكل فول. بتبقى يعني حاجة كده بتعدي. احنا طلعنا بسرعة من الكلام دخلنا في الكشري على طول. فيا جماعة كان كل قصدي والله من الكلام ان محدش يقاطع اخته او اخوه. لان بجد بجد الاخت بتستنى سؤال اخوها والله. والاخ بجد مش هيلاقي حن عليه من امه وابوه، او بعد امه وابوه، غير اخته. لان هي بتبقى ام تانية. فيا ريت محدش يزعل من اخوه او اخته. و... ولو حتى حد زعلان يوضحوا لبعض وجهة نظرهم، ويحاولوا دايما يتراضوا على ابسط الاشياء، لان والله الدنيا مش مستاهله. لان الدنيا دلوقتي خلاص ما عادش فيها يعني ما عادش فيها البركه والرحمه والمحبه والموده بتاعت زمان دي. فاحنا نحاول احنا دايما نقرب لبعض. نحاول دايما نكسر القواعد الجديده اللي ظهرت في الحياه يعني بعد ما الدنيا اتغيرت كده. نكون احنا بقى اللي بنطبطب على بعض ولو بكلمه حلوه. ويا رب يجعلنا دايما كده يا رب حنينين على بعض، وقلبنا دايما صافي لبعض يا رب، اللهم امين. شفتوا بقى التقليه بتاعتي؟ نخش بقى في الكشري بتاعنا. التقليه بقى احنا بنعملها ازاي؟ انا لا بحط عليها لا دقيق ولا نشا ولا الكلام ده خالص. انا بقطعها كده تقطيع رفيع خالص خالص كده، يدوي، مش في مبشره ولا اي حاجه، عشان متبقاش رفيعه وتتحرق مني. بحطها في شويه زيت ومعاها رشه ملح صغيره. بحمرها بقى كده، بتدينا اللون ده، بتحمريها على نار متوسطه. وهي لسه طريه ومدياكي اللون ده بتطلعيها، مجرد ما بتبرد بتنشف بتبقى مقرمشه. وهنا بنعمل السلطه بتاعتنا اهيت. كنا عملنا بقى بعض حاجات الكشري. وهنا الكشري برضو انا عملت المكرونه سلقتها، والشعريه والبصله، وكله تمام والحمد لله. وهنا بقى دخلنا على الرز انا بعمله بتكه خفيفه كده. عباره عن بحط الزيت ده اللي باقي من التقليه. لان انا ايه، بحط التقليه. إيه، ماشي يا ميزو، هرد عليكي بس بعد ما منتج الفيديو.
باحط بابدأ الأول في الزيت بتحمير الشعرية، أطلّعها وأحمّر التقلية، مكان التقلية باحط زيت زيادة شوية، لإن بزيت التقلية ده بتعملي الصلصة، بتعملي بتحطي منه رشة على المكرونة بتدّي لها ريحة حلوة أوي، بتحطي رشة كمان على الدقة، آخر حاجة خالص بقى هو الرز، بياخد بقى نكهة التقلية كده بيبقى طعمه فاخر من الآخر، آه والله. أنا الكشري بتاعي ما لوش حل، أنا مش مدمنة كشري ولا باحبه أوي يعني، بس أنا باعمل كشري لو فتحت مطعم أضرب أي حد بجد كده أهو، آه والله، وبشهادة ناس كتير على فكرة، الكشري بتاعي ما لوش حل، مش باشكر في نفسي والله، بس أنا عارفة إن أنا يعني إيه، ليّا ميزة شوية فيه. باحط الملح على الزيت ومعلقة كركم هي اللي بتخلّي المَيّة اللون ده كده، الكركم بيدّي لرز الكشري بيدّي له نكهة وطعم وريحة مميزة كده، بيخلّي لونه حلو أوي. أنا أعرف محلات الكشري أساسًا ما بتحطش عدس أصفر، والله ما بتحط عدس أصفر على الكشري، هو مجرد رشة الكركم دي تقنعِك إن هو عليه عدس أصفر، بس هو مش بيتحط عليه، عدس أصفر اللي هو المقشّر ده. هنا بعد ما المَيّة غليت بُصّي لونها بقى عامل إزاي، اللون ده اللي هيدّي للرز لون أصلًا. وأنا حاطة كمية عدس مناسبة برضه كويسة، أنا باعمل نُص كيلو رز أو أقل كمان لإني باعمل حساب بقى المكرونة والشعرية والحاجات دي، فالحاجات دي طبعًا بتاخد معانا إيه، حيّز يعني في الطبق، فأنتِ لازم تعملي كميات صغيرة. أنا ولادي مدمنين كشري، يعني يوم لمّا الكشري يتغدوا منه، بالليل كل واحد طبق يتعشوا منه، ما يرضوش يتعشوا حاجة تانية، لو اتبقى منه أنا باعمل العلامة دي تعرفني إن الرز كده خد كمية المَيّة المناسبة بتاعته، إن أنا باوقّف المعلقة كده بتثبت فيه، دي بالنسبة لي علامة يعني، كل واحدة ليها طريقة معيّنة يعني. وهنا الدقة الخطيرة بتاعتي بقى، اللي بتخلّي الكشري في حتّة تانية خالص، منها برضه باخد شوية زيت، بس دي كانت بعد كده المقطع ده اتأخّر شوية عن مقطع الرز، والمفروض هو معمول قبل الرز. هنا بنجيب طاسة صغيرة كده، شوية زيت صغيّرين من بتوع التقلية، تمام، وحتّة تومة صغيّرة كده، المعلقة مش داخلة في البرطمان يا حاجة، هاتي من الناحية التانية، شوية توم صغيّرين كده، تمام، توم يطلّع ريحته ويصفر معانا سِنّة كده، حطّي معاه بقى إيه، سِنّة كربوناتو، كربوناتو إيه، أنتِ رايحة فين يا حاجّة؟ لأ ما فيش كربوناتو، I am sorry معلش، سِنّة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كمون وكزبرة ناشفة، كمون وكزبرة ناشفة، تمام، ركّزوا، اللي أنا قُلته الأولاني أنا اللي مش مركّزة، كمون وكزبرة ناشفة، تمام، مع التومة كده بعد ما بتتحمّر سِنّة صغيّرة بس. فين يا حاجة أنتِ رُحتِ فين؟ راحت تجيب الكمون والكزبرة الناشفة، دي راحت تبُص على على الصلصة، يالّا بسرعة التومة هتتحرق منِّك، دول جنبها هنا أهو. قبل ما تعملي الكلام ده كلّه بقى بتكوني عاصرة لِك مثلًا إيه، قيمة 4، 5، 6 ليمونات كده، لإن مزازة الليمون دي بتخلّي لِك الدقة في حتّة تانية خالص، خالص. نحن نختلف عن أي حد بيعمل كشري. دي رشة كمون، وباحط رشة بقى كزبرة ناشفة كمان بتدّي لها نكهة حلوة جدًا، وريحة الكزبرة فيها ما لهاش حل، أنا مش عارفة حطيت الكزبرة إمتى، شكلي حطيتها في الآخر. هنا بقى الليمون ده، وبانزل بقى بحوالي ربع كوباية خل، ربع كوباية خل أهي، بس كده. هي طبعًا مش بنخلّيها تغلي كتير، لإن الليمون والخل ممكن يتفاعل مع بعض ويدّيكِ مرارة، فهي مجرد ما بتسخن بس. الصلصة بقى اللي إحنا عملناها، الصلصة بتاعة الكشري بتاخدي منها دي سِنّة شطة، هريسة شطة. أنا لحد دلوقتي ما خلصتش عشان أعملها معاكم تاني، آه والله أنا عايزاها تخلص عشان أعمل لكم تاني، أوريكم أنا باعملها إزاي. تقعد معايا في التلاجة بالسَنة، من تحت مش من الفريزر ولا حاجة، في باب التلاجة عادي. تاخدي بقى مغرفة أو كبشة صلصة عليها كده، أنا كده طفيت عليها خلاص. والّا لسه باين؟ لأ لسه ما طفيتش، أهو، كبشة كده أو كبشة ونُص صلصة كده، وكده خلاص، كده خلصت الدقة بتاعتنا. دي بقى سيبِك من الصلصة، وسيبِك من السلطة، وسيبِك من الكشري كلّه، بس ركّزي في الطاسة دي. سِنّة ملح صغيّرة كده، هي كده الصلصة أصلًا متملّحة، فبتحطّي برضه نسبة قليلة كده عشان إيه، تدّيكِ
تظبط الطعم شويه. بس كده خلاص، بفديها بقى في الطبق الصغنون اللي فوق اللي كان فيه الليمون ده، وتفضل معاكي بقى في الطبق ده، ولا بتسخنيها ولا اي حد، حتى لو حطيتيها في التلاجة ما بتسخنيهاش. شفتوا بقى ان مقطع اللي الدقه كان متاخر عن الرز، هو دخل قبليه مش عارفه ليه، ما علينا، المهم انكم فاهمين. هنا بقى الرز بتاعنا كان شرب الميه بتاعته، نديله بقى تقليبه كده ونهدي النار عليه 10 دقايق، وكلي احلى رز كشري مفلفل في الدنيا. لو عايزه تاكليه كده من غير كشري خالص، تمام. هنا بقى المكرونه والصلصه بتاعتنا والعدس بجبه سلقينه، والشعريه التقليه بتاعتنا عامله زي الشيبسي. وهنا الدقه اللي احنا لسه عاملينها دلوقتي، والشعريه اتحمرت واتسلقت في طبقها اهي. انا مش بحب اطول عليكم بس. والسلطه بتاعتنا اهي، بس لسه ما حطيتلهاش بقى الميه بتاعتها بالشكل ده كده. وفي مكرونه تانية بصلصه لناس تانية بيحبوها بصلصه. هي طبيعي مكرونه الكشري معروفه انها بيضه زي ما انا عاملاها كده، بس انا عامله مكرونه تانية بصلصه لشخص تاني بيحبها بالصلصه يعني. بألف هنا وشفا يا رب. وهنا بقى بنغرف طبق الكشري بتاعنا، ويا ريت طبعا واحنا بنغرفه كده ما تنسونوش اختكم بدعوه حلوه وكلمه حلوه من القلب. ويا ريت اللي وصل معايا هنا ما ينسانيش في اللايك والاشتراك فضلا وليس امرا. ربنا يا رب يكرم كل اخواتي ويخليهم ليا، كل اللي بيشجعوني ويجبري بخاطري بكلمه حلوه. ودي طبعا المكرونه بصلصه اللي مش بتاعه الكشري اللي احنا اصلا بنعمل بيها الكشري. احنا ناس مختلفين في حاجات كتير. يلا الحمد لله، ربنا يحسن ما بين ايدينا يا رب. ويا رب تكون فيديوهاتي بتعجبكم كده وبتبسطكم يا رب زي ما بتبسطني كده، وبقيت احب اتكلم معاكم قوي قوي. احلى اخوات في الدنيا، ربنا يا رب ما يحرمني منكم، ويجعل دايما قناتي تكبر بيكم، وتكونوا انتوا دايما المحفزين والمشجعين ليا. طبعا انا برتب الكشري حسب ايه الاكبر، الرز تحت، وبعدين فوقيه معلقتين مكرونه، وبعدين معلقتين شعريه، وبعد كده معلقتين عدس بجبه او اللي هو بقشره ده. وبعد كده بتنزلي بقى برشه تقليه، صلصه بقى، دقه، سلطه، الحاجات دي انا بسيب الكشري ناشف، لكل واحد بيحط بمزاجه اللي هو بيحبه. ما بحبش احط حاجه ممكن يكون حد بياكل مش عايزها. كده كده الحاجات دي اوريدي كده كده في طبق لوحدها. ف يعني حطيتي منها او ما حطيتيش منها على حسب ذوق اللي بياكل. وكده طبق الكشري بتاعنا اللذيذ الحلو ده كده يكون خلص. ويا رب يكون عجبكم، يكون الفيديو بتاعي النهارده عجبكم، واكون خفيفه على قلوبكم يا رب يا رب. دايما تكونوا فاكريني بالخير، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد وفكره جديده واكله جديده. مع السلامه.